أهلا بيكم. فيلم الحب فوق هضبة الهرم واحد من أهم 100 فيلم في السينما المصرية. الفيلم من إنتاج سنة 1986 ومن إخراج عاطف الطيب. الفيلم مش مجرد قصة حب، ده فيلم صراع جيل كامل حاول يعيش حياته في ظروف صعبة جدا. أحمد زكي في الدور ده مش بيجسد بس شاب بيحب، هو بيجسد ضغوط الحياة اللي بتكسر الشباب. شغل بسيط، دخل قليل، مفيش سكن، مفيش فرصة حتى يعيش بشكل طبيعي. المفارقة هنا مش في الحب، المفارقة في إن أصغر حقوق الإنسان زي الخصوصية والزواج بقى مستحيل في مجتمع بيقف قدام أبسط الأحلام. وتعالوا نفهم القصة من البداية. بيبدأ الفيلم وإحنا بنشوف علي وهو واقف في شوارع وسط البلد، وعمال بيبص على البنات والستات. وفجأة بتنده عليه واحدة ست معاها عربية مرسيدس عشان يركب معاها. وفي الطريق بيعرفها علي إنه عمره ما لمس واحدة ست، فبتاخده وبيروحوا على الهرم. وفجأة بيصحى علي وبيلاقي نفسه كان كل ده بيحلم. وبيقوم علي ياخد دش بعد اللي حلم بيه. وبنتعرف على عيلة علي، واللي بتتكون من أبوه وأمه وأخته نوها اللي بتدرس في الجامعة، والأخت التانية مها اللي قاعدة في البيت. وبيقعد علي علشان يفطر وهو متضايق من ضيقة عيشتهم وقلة الفلوس. وبيخرج علي علشان يروح شغله ومعاه نوها أخته. وبيقابلهم سباك المنطقة واسمه أحمد، واللي بيعرض عليهم توصيلة بعربيته بدل زحمة الأتوبيس. وبيوصل علي شغله واللي بيكون بعيد عن تخصصه واللي هو المحاماة. وبيديله مديره ملخص أخبار الجرايد عشان يوصلها لمدير القسم. ولما بيقول له علي إنه ما بيعملش شغل حقيقي طول اليوم، فبيبتدي المدير يهاجمه. وساعتها بيتأسف له علي وبيسيبه يمشي. وبيروح علي يقابل صحابه في كوفي شوب، وبيحكي لهم إن كان في عربية هتخبطه لأن دماغه مشغولة بالستات لأنه محروم منهم. فبيعرض عليه صاحبه ست عجوزة كانت قاعدة في الترابيزة اللي وراهم، بس علي بيرفض على طول. وتاني يوم بيكون أبو علي بيسمع عتاب من جارهم منصور، لأن علي كل يوم بيتفرج على بنته من شباك أوضته وبيعاكسها طول الوقت. ولما بيرجع علي البيت بيتخانق معاه أبوه بسبب اللي سمعه من جارهم. وبيروح علي يقابل صحفي كبير اسمه علي هلال، وبيحكي له علي إنه محروم من أي عاطفة أو جنس في حياته، والجواز بقى حاجة مستحيلة للي في ظروفه. وبيطلب علي رأيه أو نصيحته يمكن تساعده، بس في الآخر ما بيلاقيش عنده أي حل. وبيسيبه الصحفي ويمشي وبيركب عربيته الغالية. ولما بيقابل صحابه، واحد منهم بيكون هيسافر ويتجوز واحدة عشان بس جايلها عقد عمل في الخليج. أما التاني فبيبتدي يلاغي الست الكبيرة اللي كانت في الكافيه وعلي نفض لها. وفي شغل علي بيعرف من عامل البوفيه إن في موظفة جديدة جات لهم اسمها رجاء. ولما بيخرج علي من الشغل بيشوف صاحبه أبو العزم خارج مع الست الكبيرة إياها في عربيتها الغالية. وتاني يوم بيستغرب مدير علي إنه لسه قاعد في الشغل ومزوغش زي كل مرة، وطبعا ده بسبب رجاء الموظفة الجديدة. ولما بيجري الموظفين عشان يلحقوا يشتروا سمنة من الجمعية، بيبتدي علي يتكلم ويتعرف على رجاء. وعند بيت علي بيكون أحمد السباك قاعد وعينه على أخت علي. وبالليل بيجيله صاحبه أبو العزم بعربية آخر موديل، وبيعرض عليه أبو العزم يتجوز واحدة صاحبة مراته عشان فلوسها برضه، ويعيش حياة مرتاحة زيه. بس علي بيقوله إنه ابتدى يحس مشاعر ناحية رجاء زميلته. وفي نفس الوقت بتكون رجاء قاعدة بتفكر في علي وكلامهم مع بعض، وبيبان إن الاتنين اتشدوا وبقوا معجبين ببعض. وتاني يوم بيعزمها علي على كافي شوب جنب الشغل، وبتروح له رجاء وبيقعدوا يدردشوا مع بعض، وبيحكوا لبعض على ظروفهم وعيلتهم وحياتهم. وبيوصلها علي لقرب بيتها وبتسيبه وبتمشي. وفي بيت علي بيقول لهم أبوهم إن أحمد السباك اتقدم لنهى عشان يتجوزها، وبتعترض أمه على الجوازة، بس علي بيكون موافق لأن الفلوس بقت هي أهم حاجة في الزمن ده. وتاني يوم بيوصل أحمد مع أمه عشان يتقدموا رسمي لنهى، وبيقول لهم أحمد إنه مستعد لكل مصاريف الجواز من غير ما يكلفهم أي حاجة. وبتوافق نهى على الجوازة حتى لو هتسيب تعليمها. بعدها بتسأل رجاء على علي، لأنه بقاله كام يوم بيجي ويمضي ويمشي من غير ما يقعد في المكتب. فبتقابله رجاء في الشارع، وبيروحوا على الكافيه مرة تانية، وبيعترف لها علي بحبه ليها، وهي كمان بتبادله نفس الحب. بس رجاء بتكون خايفة من ظروفهم ما تبقاش سامحة بالجواز. ولما بيقول علي لأبوه وأمه بيعترضوا على الجوازة
لأن ظروفهم وإمكانياتهم ما تسمحش. لكن علي بيصمم إنه يروح يخطب رجاء. وتاني يوم بتقول رجاء لأبوها وأمها، وساعتها بيهاجموها كلهم، خصوصا لما عرفوا إن علي ما عندوش فلوس. وبتصمم رجاء إنها تتجوز علي حتى لو من غير موافقتهم. وعند علي بتكون أمه بتديله فلوس كانت محوشاها عشان تساعده في جوازته، وبتكون زعلانة إنها مش عارفة تساعد ابنها في جوازه. وبيروح علي ورجاء يشتروا خاتم الخطوبة من غير ما أي حد من أهلهم يكون موجود معاهم. وبيتحرج علي لأن رجاء اشترت بفلوسها غويشة على الدبلة. وما بيرضاش أم وأخت علي يروحوا الخطوبة لأن ما عندهمش لبس كويس يروحوا بيه. بس بتيجي نوها أختهم ومعاها لبس من فلوس أحمد جوزها، وبيلبس علي ورجاء الدبل وسط أهلهم. وبيكون واضح إن الأهل لسه مش موافقين على العلاقة دي ولا الخطوبة. بعدها لما بيكون علي مع أبو العزم، بيعرض عليه إنه يرافق صاحبة مراته وبفلوسها يجهز نفسه. بس تاني كالعادة بيرفض علي، وبينزل من عربيته وبيمشي. وبالليل لما بيكون علي عند بيت رجاء، بتتخانق معاه أمها علشان علي ما جابش شقة لحد دلوقتي. فبيتهرب علي وبيسيبوها وبينزلوا يتمشوا. وبعد مدة بيتكرر الموقف إن أمها بتتكلم مع علي لأنه بقاله كتير ومفيش أي حاجة بتحصل. وبتتخانق معاه أمها تاني وبتطلب منه يفسخوا الخطوبة. ولما بتحاول رجاء تدافع عن علي، أمها بتقوله إنه كده بيأذيها لأنه هو كده موقف حياتها. وبيروحوا للكافيه مرة تانية، وبيكون ساعتها علي محبط من ظروفه ومن كلام أم رجاء. وبيحاول علي يقنع رجاء إن أحسن لهم يفسخوا الخطوبة رغم إنهم لسه بيحبوا بعض. وبيرجع علي للبيت وبيقول لهم إنه فسخ خطوبته من رجاء لأنه فاق. وفي بيت رجاء بتكون أمها مبسوطة من فسخ الخطوبة، وبتدخل رجاء أوضتها وهي منهارة من العياط. وتاني يوم بيروح علي وبيطلب نقله من شغله عشان ما يبقاش في مكان واحد مع رجاء. فبيوافق المدير على طلبه. وبيروح علي للقهوة عشان يقابل الكاتب الصحفي علي هلال مرة تانية. ولما بيبتدي يديله مواعظ، بيهزقه علي وبيقوله إنه كذاب وبيخدع الناس بشعارات كذابة. والناس بتتلم عشان يبعدوا علي عنه، بس علي بيفضل مستمر إنه بيهزقه ويتخانق معاه. وبيقابله صاحبه تاني وبيشتكيله علي إنه بيحب رجاء ومش عارف يشيلها من دماغه. وبيروح علي لبيت صاحبه واللي بيكون عايش مرتاح بسبب فلوس مراته. وبتيجي صاحبة مرات أبو العزم عشان يعرفوها على علي، ويعيش علي عيشة صاحبه أبو العزم. وبيحاول يسكر علي ويشرب حشيش عشان ينسى اللي هو فيه. ولما بيتخانق أبو العزم ومراته، بتاخده صاحبتها ويدخلوا أوضة لوحدهم عشان عايزة تستفرد بيه. بس علي بيفوق مرة واحدة وبيجري بره الشقة. ولما بيرجع البيت وأبوه بيلاقيه مش في وعيه وراجع متأخر، بيحاول أبوه يفكره بإيمانه وبربنا. فبيبكي علي في حضن أبوه. وتاني يوم بينزل علي يصلي في الجامع. وبعد الصلاة بيسأل إمام المسجد على الحرمان اللي هو فيه والحل ليه. فبينصحه الإمام بالصيام. فبيرد علي إن ده مش حل مناسب ليه. فبينصحه الإمام بتسيير الزواج حتى لو خاتم حديد. وبيروح علي للكافيه اللي متعود يقعد فيه، وهناك بيلاقي رجاء برضه قاعدة. فبتندهله رجاء وبيقعدوا مع بعض، وبيكونوا الاتنين لسه بيحبوا بعض قوي. وبيتفقوا يتجوزوا حالا بدون موافقة أي حد. وبيروحوا للمأذون وبيتجوزوا رسمي. وبيمشوا في الشارع وهم مبسوطين إنهم خدوا حقهم من الدنيا بالعافية. وبيروحوا بسرعة على بنسيون عشان يأجروا أوضة. بس بيرفض البنسيون لأن مفيش معاهم أي إثبات للجواز، وكمان البنسيون بيكون مشبوه. فبيمشوا لحد ما يستلموا قسيمة الجواز. وبيرجعوا الفندق تاني بعد ما بقى معاهم قسيمة الجواز. وفي الفندق بتلاقي رجاء واحد زميلهم بالصدفة في الفندق. فبتقول لعلي وبيجروا بسرعة بره الفندق. وبالليل بيكون في عريس متقدم لرجاء من طرف أمها، بس طبعا رجاء بتقول لهم إنها مش موافقة على الجواز. وتاني يوم بيروح علي الشغل وبيقول له الساعي إنه مطلوب عند المدير العام. ولما بيبتدي المدير العام يهزقه عشان افتكر إنه بيعمل غراميات مع رجاء، فبيعترف له علي إنه متجوز رجاء. فبيقول له المدير العام إنه بكده مضطر يعلن جوازهم لكل الموظفين. وبيقابل صاحبه أبو العزم اللي بيحل له مشكلة الشقة مؤقتا بإنه يديله مفتاح الشقة بتاعته من ورا مراته. ويقضي علي ورجاء كام ساعة هناك لحد ما يرجعوا. وبيروح علي ورجاء الشقة
وبيكون علي مفهم رجاء إن دي شقة صاحبه، بس حظهم النحس بيخلي صاحبه يتخانق مع مراته ويرجعوا الشقة بدري. وبتشوف ساعتها علي ورجاء وهم خارجين من الأوضة، ولما بتبتدي تصرخ بيجروا من الشقة للشارع عشان ابتدى الجيران يتلموا. وبتركب رجاء تاكسي وبتمشي وهي مصدومة من اللي بيحصل لها. وبيفكر علي ورجاء بعدها إنهم يسافروا للخليج عشان يشتغلوا هناك ويكونوا نفسهم. وبيقرر علي ورجاء يروحوا المكان هادي بدل خنقة القاهرة، فبيروحوا الهرم بالليل عشان يقعدوا بعيد عن عيون الناس. ولما بيندمجوا الاتنين وبيبتدوا يبوسوا ويحضنوا بعض، بيتفاجئوا بعربية شرطة الآداب واقفة قدامهم، وبيقبضوا عليهم وبيجروهم على عربية الشرطة. وبيجي تليفون لأبو رجاء إن بنته في القسم محجوزة، وبيعرف اللي حصل، وبيجري بسرعة يلبس هدومه عشان يروح على القسم. وبيجري أبو علي ونسيبه أحمد بالعربية علشان يروحوا القسم برضه. وفي القسم بيبتدوا يتخانقوا الأبهات على اللي حصل، وبيتدخل علي في الخناق بإن هما اللي غصبوهم يبقوا في الموقف ده بسبب تعنتهم في جوازهم. ولما أبو علي بيحاول يخلي الضابط ما يعملش محضر فعل فاضح في الطريق العام، بيبتدي علي ورجاء يتخانقوا مع الضابط على إنهم ما عملوش حاجة غلط. فبيقرر الضابط إنه يرحلهم تاني يوم للنيابة. وبيركب الاتنين عربية الترحيلات مع بعض وأهلهم بيعيطوا عليهم. وفي العربية بيكون علي ورجاء ماسكين إيد بعض رغم كل اللي هم فيه، وبيبصوا على الهرم وهو بعيد. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان الفيلم الجاي مفاجأة. وقول لنا في التعليقات، هل علي ورجاء غلطانين ولا ظروفهم كان ليها حل تاني؟ سلام.